تسأل السائلة وتقول أيضا ما حكم نتف الشيب؟ نعم. نتف الشيب إذا كان في الوجه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة. قال العلماء: والنمص هو نتف شعر الوجه. أما من غيره، من غير الوجه كشيب الرأس فقد كرهه أهل العلم وقالوا يكره نتف الشيب. وما أدري ماذا يصنع هذا الشاعر، إذا كان كلما ابيضت شعرة نتفها فسوف يقضي على رأسه كله، لأن الشيب كالنار يشتعل في الرأس، كما قال زكريا عليه الصلاة والسلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.